عشان تيجي تدرس في ألمانيا محتاج تاخد فيزا دراسة. وعشان تاخد الفيزا دي لازم لها 3 حاجات أساسية، ما ينفعش 2 منهم، هما ال3 لازم لازم لازم. أول حاجة لازم يكون معاك لغة، وغالبا بتكون في مستوى البيتس فاي يعني مستوى متوسط. تاني حاجة بيكون معاك حساب بنكي مغلق، بتفتح حساب هنا في حساب بنكي مغلق. تاني حاجة حساب بنكي مغلق، ده مبلغ بتحطه هنا في بنك في ألمانيا، والبنك بعد كده لما بتيجي هنا بيطلع لك زي مرتب شهري تصرف منه. وتالت حاجة لازم يكون معاك جواب قبول من الجامعة اللي انت رايح تدرس فيها، يعني ان انت دورت ولقيت الجامعة المناسبة ليك وقدمت واتقبلت ومعاك جواب القبول. فال3 حاجات دول مهمين جدا لأي حد عايز يجي يدرس في ألمانيا، لازم يعملهم عشان يقدر يروح السفارة ويقدم على الفيزا وإن شاء الله يتقبل. ولو عايزين تعرفوا أي حاجة بخصوص السفر والدراسة والشغل هنا في ألمانيا، يعني اكتبوا لي اللي انتوا عايزين تعرفوه وهعمل لكم إن شاء الله فيديوهات عن كل الحاجات دي.